النتيجة 3-0 حتى هذه اللحظة، والهدف الرابع لسه بنحكي على الأربعة، لسه بنحكي عن اللي بيجي من العمق واللي بيتحرك من الخلف. وادي أمامنا هنا الاستلام والتمريرة، يا سلام على التمريرة، يا سلام يا تييجو يا تييجو يا تييجو إلى ميسي، وميسي ما زال فريق أوساسونا، والضغط ما زال مستمرا، والكرة في الشباك لمصلحة برشلونة. هدف يأتي الهدف الرابع في الدقيقة 40 وميسي، والهدف الخامس لبرشلونة. 4 مباريات. هنا ميسي من جديد مع الكرة، ميسي والهدف الثامن. نعم ميسي بالتأكيد يحقق الهدف. كان عنده ما ياكل في الماتش، كان عنده ما ياخذ. اليوم الاكتساح واضح، وميسي سجل الثالث. جول وسط الميدان، كرة خطيرة. ميسي الرابع. مش يمشي ميسي يطلب واحدة اثنين ممتازة، فرصة هاتريك إلا ميسي وسجل من هنا. التقدم خلاص، جول أو يبحث عن ماكسويل. ريال مدريد 9 أهداف، وفالكاو نجم أتلتيكو 6 أهداف، وسولدادو وميسي. هل يكسب مع قاعدة الأهداف الضائعة؟ وهنا أمامنا بقى ميسي يضع، هنا أمامنا بنتابع لاعب وينج لعبها حلوة ميسي توعد ب3 لكن يسجل الثاني أو يسجل اللاعب تييجو الكانتارا، سجل في مرمى فياريال. ميسي يتوعد، هو اللي قدامه كانوا كرة صعبة لصالح البارسا. ليونيل ميسي يعدل النتيجة. يسقط ترجع الكرة إلى كوينكا، ومرة أخرى فابريغاس إلى ميسي بدون رقيب وميسي يسجل لصالح دانيال ميسي. والمتقدم هو من خلاص مر وتقدم إلى الأمام، وكان الهدف الرابع لميسي. فانكير أرضية ممتازة. لو قلت بأن ميسي سيضرع ضربة الجزاء لأنه تنرفز كثيرا اليوم أمام الحارس كاستو. وميسي هل يسجل هدف ال19 ميسي؟ من الأنياب، وهو أدريانو يوزع جول تاريخي هذا الموسم. ليو ميسي هرب، شوت هذه هي أجمل حكاية. هذه على الشباك نادي برشلونة، وليو ميسي يعاود يهرب الأرجنتيني، يدخل منطقة الجزاء ويسدد جول. الجميع الكل الآن ميسي. أبواب التاريخ يطرق أبواب التاريخ والتاريخ يفتح للبارسا وجمهوره في مباراة الكاس. هذه كرة وميسي الهاتريك هو الهاتريك خلاص. أيضا تبقى المحاولة، الكرة الطويلة، يخرج من حارس المرمى خلاص. كان سليم يتقدم الآن، الكرة موجودة وخطيرة، يا جول. والكرة موجودة، ولاحظ السرق الكبير. الأمام إلى تيلو في المكان السليم، مرور جميل، التسديدة موجودة، والكرة وين؟ جول. ملح الليغا وحلاوة الليغا وسكر الليغا وسوبر هاتريك. يحاول يلعب الكرة، يا سلام، الله، وقف يا تاريخ. أيضا ينفذ على عجل، تصل لفابريغاس يلعب عرضية في المرمى. هدف أول لمصلحة برشلونة. 50 في كل الموسم في كل البطولات. ميسي أمام ماريو فرنانديز،
ليو ميسي هل يسجل الهدف الثاني؟ نعم يسجل. كذلك تشافي وتوصل لميسي كرة صعبة. أوه با 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 با. يا سلام على هذا الهدف. في صناعة الهدف يتلاعب الآن لاعب برشلونة، تحولت إلى الأمام، خلاص جول. الملايين لا يعني هذا فريق الراقة. وهنا ميسي جول التقدم ومرة أخرى إلى يا سلام على البينية. خلاص الله دياغو يتمنون منه أفضل. الآن ميسي حولها الرأسية بالجول. ليونيل ميسي يستعيد. ميسي أوه يسجل. ليونيل صارت أفضل لأن ميسي وميسي يعتقد يسجل. ميسي يسجل كالعادة، يسجل ميسي وبالتالي صارت 3. خطافي على هجمات الكاتالونيا، لكن يتقدم ميسي، يتقدم الأروع. الله يا أرجنتيني. كذلك اليوم هذا ميسي يعطي الكرة يستعيد ميسي، صوب ميسي في المرمى. ميسي أطل أخيرا وضرب عبقرية ميسي قد توقف برشلونة. الآن ميسي يتقدم ويسجل الهدف الثاني لبرشلونة ويعكس النتيجة ويقلب الطاولة على ليفانتي صاحب الملعب ويعود من ممكن الجول الأول ميسي. والباص السريع إلى الأمام، تحولت ومرة أخرى صارت أخطر. خلاص لم يهتم بصناعة التاريخ، لكن هو صنع بطولات، صنع ألقاب لناديه، وهو فضل للفترة القصيرة حتى بقى يعني يرتاح قليلا من أجل العودة. هذه مبدأ ميسي والهدف رقم 48 والتاسع ليه من ركلات جزاء في هذا الموسم. سجل هدف أول في الدقيقة 12، كان عمل هاتريك في مباراته الأخيرة أمام مالاجا. هذه مبدأ ميسي وحاول أمامنا الثالثة على المرمى. وادي ميسي طلعت، ميسي بيشيل الكرات يحطها في البعيدة وميسي النهارده ميسي بإجمالي يصل ل 72. نترك هذه الأرقام لأن ميسي بالفعل يضعها هنا، وهنا بقى أمامنا هو ميسي.